السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نبض التحاليل. معكم دكتورة سارة. سنتكلم يوم عن تحليل هرمون الحليب. هرمون الحليب أو برولاكتين هو هرمون يفرز من الغدة النخامية في الدماغ، ودوره الأساسي هو تحفيز إنتاج الحليب عند المرأة بعد الولادة، لكن له وظائف أخرى مهمة عند النساء والرجال. دور التحفيز إفراز الحليب أثناء الرضاعة والتأثير على الهرمونات الجنسية. عند الرجال له دور في الخصوبة والتوازن الهرموني. ارتفاع البرولاكتين يمكن أن يسبب اضطراب أو انقطاع الدورة الشهرية. قد يحدث إفراز حليب من الثدي بدون حمل، أحياناً يكون ذلك بسبب تأخر. المهم استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق. كذلك ضعف الرغبة الجنسية هو حالة شائعة يمكن أن تؤثر على الكثير من الناس. أسباب ارتفاع هرمون الحليب تشمل بعض الأدوية. استشيري طبيبك للتشخيص الدقيق. التوتر والضغط النفسي. مشاكل في الغدة النخامية مثل ورم حميد. قصور الغدة الدرقية. بعض الأدوية مضادات الاكتئاب، أدوية المعدة. قلة النوم تؤثر سلباً على صحتك. حاولي تنظيم نومك. كل هذه العوامل ترفع هرمون الحليب. أما بالنسبة عوامل انخفاض هرمون الحليب، نادر وغالباً لا يسبب مشاكل كبيرة، إلا في حالات خاصة مثل ضعف إنتاج الحليب بعد الولادة. يطلب تحليل برولاكتين في حالات التالية: انقطاع الدورة أو عدم انتظامها، صعوبة الحمل، إفرازات غير طبيعية من الثدي، أعراض هرمونية غير واضحة. قبل آخذ عينة دم لتحليل هرمون الحليب، يجب آخذ قسط نصف راحة قبل أخذ العينة، في صباح باكر مع 8 صباحاً وبالصيام. تجنب التوتر وتجنب تحفيز الثدي قبل التحليل. شكراً لكم على المتابعة، وقناة نبض التحاليل تدعوكم باشتراك في القناة.